السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هلا حبايبنا ومتابعين قناة تي في بغداد. اليوم راح نحكي لكم قصة بنوتة من بغداد. حبايبي ما راح أطول عليكم، خلينا نشوف هاي البنية شي تقول. أنا توتة من بغداد، من حي الجهاد، عمري 19 سنة. حبيت شخص عمره 30 سنة، متزوج طبعا 3 مرات ومطلق. أنا ظليت وياه 2 سنين. المهم ما همني هذا الشي، لأنه حبيته وفتحت عيني عليه وهواية تعلقت بي، يعني أموت إذا ما أسمع صوته باليوم، وهو هم كان يبكي إذا ما يشوفني أو يسمع صوتي. المهم راحت أيام، اجت أيام ووعدني إنه ما يعوفني، وأني هم وعدته إنه ما أعوفه للموت. فجأة راح سافر السوريا، ظل تقريبا شهر كامل بسوريا. وطبعا هو بسوريا نشروا منشور على أساس إنه هو خطب وحده، هاي الوحدة من سوريا. طبعا أني ما صدقت، قلت يريد يحرق بقلبي لأنه ما أحكي وياه. المهم رجع لبغداد، كل ساعة يقول لي أسبوع اللي يجي عرسي، بس أجيبها بالشقة. المهم يوم من الأيام ردت أشوفه، أراسله ما يجاوبني، أخابره هم ما يجاوب. ورا 3 ساعات وكان يجيني. أنا طبعا صرت عصبية وقلت له أنا خنتك وحبيت شخص غيرك، وسويت فيس إنه أني حبيبة فلان. طبعا هو ضاج. وورا فترة رجعت أعتذر منه، وقال لي لا، على شنو تعتذرين؟ انت شفت حياتك وانا شفت حياتي. وهم ما صدقته، كان يقول لي خلص انا حبيت غيرك، انسيني. طبعا انا انصدمت. وورا يومين اخوه راسلني، كان يقول لي مصطفى حبيبك خطب وتزوج من كان بسوريا، عوفيه بعد ما يفيدك. المهم ما تقبلت هذا الكلام، ورجعت أراسله وأدق له، ما يجاوبني، خلاني أكره روحي. والله أنا حبيته من كل قلبي وما خنته ولا راح أخونه، لأن هو نفسي. وأرجع وأقول له إذا شفت حياتك 1000 مبروك، تستاهل كل الخير. بس أقول لك ودعت عيونك الأغلى من روحي، ما خنتك ولا راح أخونك، بس أفدني بجرح أكبر واحد ما راح يخليه يطيب. وشكرا إلك حبايب قلبي. طبعا سمعتوا قصتها، لا تعليق طبعا. هاي القصة مقصودة لحبيبها، إن شاء الله يا ربي يقدر إنه يشوف يعني كلامك وتعبيرك، هو إنه يفهمش إنه أنت ما خنتيه، مجرد حرقة أعصاب. بس بعد شنو يعني؟ بعد إيش؟ هو أصلا من الأصل خاينش من كان بسوريا. حبيبتي الدنيا ما تسوى، وكون احنا لما نريد نضحي على شخص يسوى هاي التضحية وهذا الحب اللي احنا فايض من الداخل. وانت تريد تتركها؟ لا تقول لها انت تستاهلين واحد احسن مني، قول لها انت تستاهلين واحد رجل مني. اكيد دائما اللجمة تجينا من اقرب الاشخاص، سواء كان جرح أو خيانة، دائما من أقرب الأشخاص
اللي احنا وياهم وعاشرناهم وعزيناهم. لا تستغربون، كل شي جائز بهاي الحياة، بس الحذر واجب حتى ما نوقع فريسة مثل هيج أشخاص. حبايبنا، بالختام لا تنسون الاشتراك بالقناة ولايك للفيديو حتى نستمر.